الإنسان اللي اتحط في موقف ما يعرفش يدافع عن نفسه ولا يجد حجة ولا دليل على براءته ويمكن يتعاقب، بقول لك مبروك، مبروك رفعة الراس، مبروك رفعة الراس. ربنا يرفعها لك دياتي، إن عاجلا أو آجلا، إن عاجلا هنا أو إن آجلا في السماء، لازم راسك هتترفع. صدقوني يا إخوتي وأخواتي، سوف نرى ألوف وربوات من هؤلاء المتشبهين بأطفال بيت لحم اللي صبروا وحملوا. أطفال بيت لحم كان عمرهم تقريبا من عمر المسيح، وهيرودس لما شاف ان المجوس ضحكوا عليه ومشوا قال خلاص انا هقتل كل الاطفال اللي في سن يسوع لعله يكون واحد منهم، وبالتالي قتل كل هؤلاء الاطفال. ما تقولش ايه ذنبهم، لان دول ما راحوش الجحيم، دول كل يا طباهم اللي قدموا حياتهم لانهم في عمر المسيح او في سن المسيح بالجسد. دول هيبقوا غاليين عنده جدا 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 جدا، دول هيبقوا محبوبين عنده جدا، وقيس عليهم اللي هيعيشوا نفس العيشة بتاعتهم. يقولوا يا رب احنا من اجلك اتحملنا ظلم وسكتنا، اتحملنا ضيق وسكتنا، ويمكن اتذبحنا بسببك وسكتنا، زي شهدائنا في ليبيا، وزي شهداء كنيسة القديسين في اسكندرية، وزي أيها المظلوم من أجل اسمه، أيها التعبان من أجل اسمه طباق، لأن ربنا يفتخر بيك، يقول أنتم الذين تعبتم معي.